السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طريقه معجنات جميله. انا مسميها معجنات المشروم لانها بتاخد شكل المشروم. هنجيب طبعا العجان بتاعنا، او بايدك او باي حاجه هي سلسه وعجينه طريه وجميله. هنجيب العجان بتاعنا ونحط فيه 3 كوبايات دقيق منخول. حطيت عليهم ربع معلقه صغيره ملح، ودي معلقه كبيره لبن بودر ده اختياري، وده معلقه كبيره بتاع ده كريم شانتيه. تمام. ودي معلقه كبيره خميره. في مكونين انت ممكن تستبدليهم تستغني عنهم، اللبن البودر والكريم شانتيه، بس هو بصراحه بيديله يعني طعم جميل. وهنحط معلقتين سكر، ونحط بضايه. هو اقتصادي وجميل قوي، هو بياخد بيضه واحده بس. تمام. ورشه فانيليا. يبقى حطينا 3 كوبايات دقيق، عليهم ربع معلقه صغيره ملح، حطينا معلقتين سكر، حطينا معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره كريم شانتيه، معلقه كبيره لبن بودر، ورشه فانيليا وبيضايه. وبنبدا نضرب المكونات دي كلها. ودي معلقه بيكنج باودر. بنقلب المكونات دي كلها كده بايدينا بالعجان كده، بس هو طالما متوفر عندي العجان انا بعجن بيه بصراحه. ونحط له كوبايه لبن دافي. نبدأ نضيف اللبن كده، بس هو بياخد الكوباية كلها، ما بياخدش اكتر من كده. انا فضيتها كلها اهو، وبنبدأ نعجنه كده قدامكم زي ما انتم شايفين. هي معجنات جميلة ومن جوه كده، يعني اعتبريها سفنج بالظبط. بعد ما بنعجن كويس قوي العجينة بتتلم، بنحط عليها معلقة ونص زبدة. تمام كده. معانا واحدة واحدة كده جميلة اهو ما شاء الله. حطينا معلقة ونص زبدة. وبنعجن العجينة. ليه حطينا الزبدة في الاخر؟ بتنعم لي العجينة. العجينة بتبقى بدرجة حرارة الغرفة، فبتنعمها قوي، بتديكي عجينة ملمسها ناعم قوي زي ما انتوا شايفين. طبعا هفتحها كده من العجان واطلع منها العجينة، بتبقى ناعمة بالطريقة دي. شايفينها تحفة، عجينة هايلة اهي زي ما انتوا شايفينها كده. وبصي طالعة من العجان ما فيهوش اي حاجة، انا بوريكي العجان انه فاضي. بجيب طبق فاضي عادي جدا، بولة فاضية، وبروح حاطة فيه مسحة زيت، وبحط فيه العجينة في اي مكان دافي تخمر، وبغطيها بالشكل ده. في الوقت ده انا بعمل صوص شوكولاته عشان ابقى اعمله صوص اقتصادي جميل قوي. انتي حطي نص الكميه دي عشان انا كنت عايزه اعمل كميه اكبر، لان محتاجاها في وصفه تانية. حطي نص كوبايه لبن، ونص كوبايه سكر، واتنين معلقه كبيره كاكاو خام. نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، 2 معلقه كبيره كاكاو خام بالشكل ده، ونص معلقه فانيليا، نص معلقه صغيره من الفانيليا اهو. وبنضربهم بالهاند بلندر كده. لو عندك مضرب بيض اوكي ماشي. لغايه لما تتقل معاكي. انا طبعا انا مزوده الكميه على اساس ان انا كنت محتاجاها في وصفه تانية. لغايه لما تتقل وتبقى بالشكل ده، هنصب عليها كوبايه من الزيت. هنصب عليها كوبايه من الزيت بعد ما نضربهم شويه كده. هنصب كوبايه من الزيت، لان الزيت ده اللي بيتقله لنا، وبيبقى قوامه بالشكل ده. هو بيبقى خفيف شويه في الاول، بيتحط في التلاجة بيجمد زي ما انت شايفاه كده جامد اهو. هنحطه بقى في التلاجة، ناخده على التلاجة. في الوقت ده اللي عملت فيه الصوص الشوكولاتة، العجينة كانت خمرت. هجيب المفرش السيليكون بتاعي، وبديها بوكس كده، وبطلعه بتاع التخمير ده، وبطلعها منه واقسمها عندي. انت شايف بصوا كده، يعني انا هعملها على 12 قطعة. بعملها بالطول الاول كده، وبعدين بالعرض، وبعدين كل مربع من كل مثلث من ده بقسمه ل3 قطع. يعني هي 12 قطعة. هي ده حجمها يبقى جميل قوي. وانا اصلا عندي قالب الكب كيك بياخد 12 قطعه. انا هوريهولكوا دلوقتي مع الايه. العجينه هايله هايله هايله، طريه طراوه رهيبه اهي. انتي بتقسميه كده، وبعد كده لو لقيتي واحده كبيره شويه بتاخدي من اللي جنبها عادي جدا، بتظبطي الكور على قد بعضها اهي. كوره بالشكل ده قد الليمونه كده كبيره، تبداي تدخليها في بعض كده عشان تورق معاكي. انا كده عملتهم اهو. لو عندك ميزان وحابه توزني عادي جدا مفيش مشكله. انا قسمتهم قالب الكب كيك بتاعي اهو. يعني انا عملت العجين 12 قطعة، و... وده عندي القالب 12 قطعة. دهنته بالشكل ده.
تعالي اقولك بقى، دي زبدة سايحة، دي زبدة انا مسيحاها، وده طبق فيه 2 معلقة سكر، ومعلقة كبيرة كاكاو خام، ومعلقة كبيرة قرفة. معلقتين سكر ومعلقة كبيرة كاكاو خام ومعلقة قرفة. بعد ما دهنت القالب بتاعي بحطه في الشكل ده في الزبدة، وبعدين في الخليط اللي انا عاملاه السكر والقرفة والكاكاو الخام اهو بالشكل ده اهو. بنحط في الزبدة كده عشان دي هعملها بالجبنة. اللي عليه شوكولاتة ده وعليه سكر ده هحشيه شوكولاتة، والتاني ده هحشيه جبنة. كده انا هاخده في مكان دافي يخمر مرة تانية، وبيبقى شكله كده بعد ما يخمر بيديكي تشققات زي الارض كده. انت شايفة ما بعد ما بيكبر تاني بيخمر تاني بكده. انا دخلته الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة 180. شوفي طلع نتيجته روعة روعة روعة. بصي من جوه عامل ازاي، عجينة